السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير قوي ما نزلتش حاجة. النهاردة هعمل معاكم فيديو، هنعمل كوارع، هنضرب كوارع. فاول حاجة حطيت حلة هي على النار عشان المية تغلي. عم بعملها بطريقة حلوة كده، ما بيبقاش ليها اي ريحة خالص، لان الاكل ده طبعا بيبقى ليه ريحة، اللي هو الكوارع والكرشة والحاجات دي. فانا بعملها عاملة الكرشة على القناة بطريقة حلوة قوي، ما بيبقاش ليها ريحة، بتبقى مستوية وتحفة. ودلوقتي برضو هعمل الكوارع. حطيت الحلة اهي فيها مية، وهسيبها لحد ما تغلي. هي غلت، بس على فكرة انا مغطية عليها لما اغسل الكوارع. ودي حبايبي الكوارع اهي. الكوارع دي جايه لنا من البلد سوهاج، صعيدة، مش من مصر هنا. بتبقى عندهم في البلاد بتبقى كبيرة غير اللي بتتباع في مصر هنا. نقعتها في مية اهي عشان طبعا كانت جاية متلجة. نقعتها في مية اهي. همسكها بقى، هغسلها كويس، وهعصر عليها ليمونتين كده برضو، عشان هي على فكرة والله ما فيهاش اي ريحة خالص، بس برضو يعني زيادة اطمئنان ونظافة. هغسلها وهنضفها، وفي بيبقى فيها شعر صغنون كده اهو. هنضفه برضو بالسكينه كل ده، وهغسلها وانضفها واعصر عليها ليمونتين وشويه ملح كده، ادعكها بيهم دعكه حلوه. وبعد كده هوريكم هعملها ازاي. في خطوه بعملها عشان ما يبقاش ليها اي ريحه زفاره. خليكم معايا، ما تنسوش يا حبايبي، اللي هيشوف الفيديو ومش مشترك في القناه يشترك، وحبايبي اخواتي اللي معايا ما ينسوش يحطوا اللايك ويكملوا الفيديو للاخر. خليكم معايا يا اغلى اخوات. حبايبي دي كده الخطوه التانية. انا بعد ما غسلتها ونضفتها وعملتها بليمون زي ما قلت لكم، حطيتها بقى في الميه اهي. سبت الميه تغلي طبعا ونزلتها فيها. الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي ان انا هخليها تغلي غلوه في الميه دي. دي بقى الزفاره اللي هتنزل في الميه دي، يعني دي مش الشوربه اللي انا هشتغل بيها. دي كده معلش. دي كده هتغلي، وهطلعها من الميه دي، وهدلق الميه دي، واغسل الحله، واحط ميه نظيفه، وارجع اعملها من اول وجديد، لان الميه دي كده هتنزل اي زفاره او اي حاجه في الكوارع. يعني نصيحه، اما تيجي تعملي الكوارع ما تشتغليش بيها من اول ميه، لا. خلي الميه دي تغلي، وبعد كده ادلقها، واحط ميه نظيفه، واحط بقى التوابل وكل حاجه في الميه التانية. خليكم معايا وما تنسوش اللايك. حبايبي خلاص اهو، دلقت الميه اللي قلت لكم عليها اللي هي الاولانيه، وغسلت الحله وحطيت ميه نظيفه. هسيبها بقى تغلي غلوه، وبعد كده هنزل عليها بتوم وقطايه. ولو عايزه تحطي جرس جزر او اي حاجه حطيها عليها عشان الزفاره. التوابل دي زي ما انت عايزه. انا هحط لها كمون وفلفل اسود. الملح هخليه في الاخر، وهحط معلقه سكر، بيقولوا انها بتساعد على التسويه، لان الكوارع بتاخد وقت في السوى. بس حبيت اوريكم اهم حاجه، الخطوه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو نحطها في ميه وندلقها ونغيرها. كده الشوربه هتبقى نظيفه، ومش هيبقى فيها اي ريحه زفاره ولا حاجه. هسيبها بقى تغلي شويه، وهرجع لكم لما اجي احط عليها التوابل، وهوريكم هعملها ازاي. خليكم معايا حبايبي. دلوقتي هحط على الكوارع بقى التوابل اللي قلت لكم عليها. قطعت بصلايه كبيره، وطماطمايه، وده توم كان في الفريزر، وهحط عليها كمون وفلفل اسود ومرقه. وهخلي الملح اخر حاجه. هي كده اهي. هزودها ميه، بس احط لها ميه تسخن، ما ينفعش تحط لها ميه ساقعه، عشان خاطر هتخليها في التسويه تتاخر وهتاخد وقت. انا موطيه عليها النار اهو، حطيت لها ميه في البراد. هزودها بقى واملى الحله. خليت التوابل بس اخرتها شويه عشان تفضل ريحتها تبقى حلوه اهو. كده زي الفل. ميه سخنه اهو. هعلي بقى النار شويه، واسيبها بقى لحد ما تستوي كده، وارجع لكم بقى بعد كده. انا بس حبيت اوريكم التوابل براحتكم، زي ما انتوا عايزين تحطوا حطوا. انا حطيت كمون وفلفل اسود ومرقه وبصلايه وقطايه. عايزه تحطي جزر، ورق لورا، اي حاجه اللي انت عايزه تحطيه حطيه. حبايب قلبي خلاص استوت اهي، استوت خالص يعني واتهرت اهي. بصوا شوربتها جميله ازاي ونضيفه اهي، وخلاص كده تمام. انا قلت اوريها لكم. انا مش هغرف الصراحه، لاني انا عاملاها يعني قبلها بيوم، يعني دي اكل بكره، لاني بتاخد سوا كتير قوي. وانا على ما بصحى من النوم، وبكره السبت اجازه، فعلى ما اصحى من النوم هتاخد معايا اليوم كله عشان تستوي. فانا عملتها النهارده، وبكره تتسخن عادي، وهعمل جنبها
رز وصلصه وكده، هبقى انزلها لكم على القناه التانية. بس حبايبي جربوها بالطريقه دي وهتلاقوها نظيفه وريحتها حلوه والله، وبصوا شربتها ما شاء الله. يلا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنسوش اللايك.